لقد كان مروان فتى شجاعا بحق، لم يتردد لحظة عن الطيران معنا. نعم، إنه فتى شجاع. نشوان، كم الساعة الآن؟ أشعر أن هذا النهار لا يريد الانتهاء. متى سيأتي الليل؟ أريد أن ترى بنفسك نجاح خطتي. ستنجح بإذن الله، واثق من ذلك. هل لي أن أعرف ما هي خطتك أيتها الجميلة؟ الرصي؟ خطة؟ أي خطة؟ لم يتحدث أحدنا عن أي خطط. في البدء يجب علينا التخلص من مصادر الخطر. هذه أساسيات أي خطة تقررين تنفيذها. أيها الرجل الشرير، لا تعذبني. اسأل ما شئت من أسئلة وأنا سأجيبها، لكن أرجوك لا تخلع أظافري، بالكاد ألصقتها. وكما ترى حولك، تعرف أنني لن أجد محلات أشتري غيرها. دراجة، تماسكي، لن يستطيع أن يفعل بنا شيئا. أعرف ذلك. أي إنه يوجع. أيها الأطفال الشريرة، سأنتقم منكم. أعدك يا نشوان أنني سأنتقم منك. آسف لأنني تأخرت عليكما، لقد ذهبت لأتفقد الفخاخ التي صنعتها. لا عليك، كنا نتدبر أمرنا جيدا. لم يتبقى من الوقت الكثير على غياب الشمس، هيا بنا لنستعد. إنه هو عاد مجددا. أي غبي هو. أهلا. أرجو ألا أكون فوتت شيئا مهما. أين ستذهب مني يا نشوان؟ أنا أخاف من ضرب الإبرة، وصديقك يلقي علي سهامة. انهض، ألا ترى أنني متعب؟ أريد أخذ قسط من الراحة. حسنا، خذ ما تريد من الراحة. الأطفال يا عزيزي، إنهم أشرار في كل مكان، حتى أبنائي. ألا ترى أنني سافرت هذه المرة من دونهم؟ أرجو ألا تقع في غلطتي وتنجب أطفالا. سأضع هذا في الحسبان. هل انتهيت من تنفيذ خطتي؟ في حقيقة الأمر لقد انشغلت بأمر آخر، مفاجأة ساقها القدر إلينا. هل هذا وقت المفاجآت يا صديقي؟ لا بأس، أخبرني عن المفاجأة. هل أعددت لي هدية من ذهب أو فضة؟ أقل شيء أمام المجهود الذي أبذله معك. في حقيقة الأمر ليست ذهبا أو فضة، بل شخصا يود رؤيتك بشدة. أعتقد أنه حان وقت ظهورك يا صديقي. الدليل أيها الرصي، الدليل الذي اختفى قبل ظهورك فجأة. نعم، إنه هو. لقد حاول قتلي، ألقى بي إلى بئر جافة، ورفض توسلاتي له بأن يخرجني. أيها الأحمق، ألم يكن من الأسهل أن تموت؟ أيها الحراس، اقبضوا عليه. فليتوقف الجميع، هناك سوء تفاهم ويجب أن نصححه. أي سوء فهم؟ إنك جاسوس من أهل مأرب، وجئت لتفشل غزونا. كلا أيها الغبي، لقد كنت أريد أن أساعدك، لكنك غبي. أنت وجنودك مجموعة من الحمقى. يا إلهي، إنه شيطان، الساحر. لا أريد أن يعرف أحد ما حدث داخل الخيمة. لابد أن نمضي إلى معركتنا الكبرى دون أن يصيب الخوف الجنود. حسناً، حان الوقت يا أولاد، انطلقوا. ما إن تصلني إشارتكم حتى أقوم أنا الأخرى بعمل.
هيا بنا على بركة الله. أرجوك يا إلهي، طالما علمت بالأمنية التي أخفيها في نفسي، أريد أن أصبح وحشاً مخيفاً، وحشاً مرعباً لمرة واحدة فقط. أسمع صرخات الأطفال والنساء خوفاً مني. ما أجمل أن يكون المرء وحشاً مخيفاً. يا إلهي، إنها أصوات مرعبة فعلا، وكأنها غناء وحوش ظهرت من الجحيم. دن 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 دن، بابا جاب لي بالون، يا عيني يا عيني. حسنا يا دراجة، أين أنت؟ لقد حان دورك. دراجة، لا أحب هذه الحركات، أين ذهبت؟ هل يعقل أن يكون الرسي قد عاد وقبض عليها؟ أنا الوحش الشرير، خافوا مني، سألتهمكم جميعا. أنا مخيفة. أنا وحش أخيرا، أنا وحش أنا وحش أنا وحش أنا وحش. يا إلهي احمينا، إنها عقاب إلهي. نعم، عقاب إلهي لتخلينا عن مأرب. يجب أن نتحرك الآن ونغادر هذا المكان المشبوه. الطريق الشرقي يشتعل بالنيران. أصوات مخيفة انطلقت من الجهة الجنوبية، يبدو أنها للجن. هل سنتمكن من مواجهتهم؟ ونحن الذين هربنا من مواجهة قدرنا. يبدو أن كلامك كان صحيحا يا مروان، لم يكن علينا الهروب من مأرب. هيا بنا إلى مأرب، سنواجه ما يواجهون. لا ينبغي الخوف من القدر. سنحمل السيوف ونحارب برفقة المحاربين. هيا بنا، هيا إلى مأرب. شكرا يا نشوان، شكرا يا دراجة. لا أعرف من أنتما حقا أو من أي قبيلة، لكنكما أصدقائي الذين ساعدوني وأعطوا الدرس الأهم لقبيلتي. أجل، لا ينبغي أبدا أن نخاف ونحن ندافع عن أرضنا. وداعا وداعا أصدقائي الأحباء. أطفئ هذه الفوضى. لم أنزل حتى تأكدت من انطلاق قبيلة مروان نحو مأرب. أحسنت يا دراجة، لقد كنت السبب في مساعدة صديق عزيز. أعلم ذلك. كما أنك في ذات الوقت حققت إحدى أغلى أمنياتك. أي أمنية تقصد؟ كم أنت بغيض يا نشوان حين تحاول جعل نفسك ذكيا. لم أكن أتمنى مطلقا أن أكون وحشا. لماذا أريد أن أخيف الناس؟ أي أمنية هذه؟ لقد بالغت هذه المرة ولن أسمح بذلك. للعلم لم أكن متأكدا، إلا أنك أثبتت لي بدفاعك شكوكي. لم أذكر أبدا أنك كنت تتمنين أن تكوني وحشا. كما أنت بغيض يا نشوان، أنت ولد بغيض. انتظر، هل كنت مخيفة حقا؟ هل أديت الدور جيدا؟ قل الصدق يا نشوان، قل الصدق يا نشوان، قل هيا، هل كنت مخيفة؟ هيا أخبرني، هل أخفت؟ نشوان هيا انطلق بحثا عن الأسرار، ولا تبالي إذا أحاطك الأشرار. نشوان هيا انطلق بحثا عن الأسرار، ولا تبالي إذا أحاطك الأشرار. الشر في الدنيا لا يهزم الشجعان.